استنى بالله عليك، بالله عليك وغلاوة سيدنا النبي لا تستنى تسمع مقطع الفيديو ده للآخر. ما تعرفش انك انت لما بتسمع مقطع الفيديو دي كأنك بتساهم معايا وبتساعدني، وانا نفسي انك انت تقف معاه على قد ما تقدر تدعمني وتدعم حالتي. انا طالع بقدم لكم حلقة إنسانية يا أهل الخير. بصوا علي وبصوا على حالتي. زي ما انتوا عارفيني انا راجل تعبان، عندي ضمور في العضلات، مش بقدر اقوم من الارض ولا بقدر اقعد. ما كانتش مرتي تقوم من الارض ما بقدرش اقوم. وفوق ده كله ان انا من ساعه ما اتولدت وانا بعاني بالمرض دي، مرض ضمور العضلات. وانا نفسي ربنا يكرمني واخذ الحقنه اللي انا محتاجها، بس الحقنه غاليه جدا، الحقنه ب 40 مليون. وانا عارف انه صعب ان انا اخدها، الاقي حد يوقف معايا ويتبرع لي بالمبلغ ده. بس كل انا عايزكم تقفوا معايا، تقفوا معايا عشان تستروني، استروني انا وعيالي اللي بكون معانا بهرب البيت ملك اسكن فيها انا وعيالي. بالله عليكم، بالله عليكم من اهل الخير على قد ما تقدروا اقفوا معايا وادعموا الحاله بتاعتي، ادعموا حالتي. انتوا عارفين انا راجل تعبان، ما بقدرش اقوم من الارض ولا بقدر اتحرك ولا بقدر اعمل اي حاجه. والله زي ما انتوا شايفين على كده النهار كله على القعده دي، ما بقدرش اقوم ولا بقدر اتحرك. لو رحت الحمام بمشي على يدي، لو رحت اعمل اي حاجه بمشي على يدي، ما بقدرش اقوم ولا اقدر امشي على رجلي. بالله عليكم حسوا بي وحسوا بالالم اللي انا فيه. انا طالب بناشد فيكم من اهل الخير، بقولكم بصوا على حالتي، شاركوا الفيديو، اضغطوا باللايك واضغطوا بالتعليق على قد ما تقدروا. بالله عليكم يا اهل الخير اقفوا معاي وشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا. بصوا على الاطفال اللي معاي، بصوا على حالتي والحاله اللي انا عايش فيه. انا نفسي ربنا يكرمني يكون معي هباب البيت ملك. انا عارف ان الحكمه صعبه اني اخذها، المبلغ بتاعها مبلغ كبير، بس نفسي ربنا يكرمني واخذ واجيب لي هباب البيت ملك اسكن فيها انا وعيالي، عشان بكره بعض يبقوا ساكنين في بيت ملكهم، ما يبقوش ساكنين في بيت بالايجار. وانتوا عارفين الايجار مش بدوم، لو ده من هذا ما ده يمشي بكره، وربنا وحده اللي يعلم. والله العظيم الواحد في حيره ربنا وحده اللي يعلم بيه. وانا طالع وبقول لكم بصوا علينا وبصوا على حالتنا. لما انتوا هتشاركوا الفيديو وهتدعموا الحالي صوتنا هيوصل لاهل الخير، هيوصل للناس اللي معاها مال تقدر تساعد. والتجاره مع الله مكسب مش خساره. لما توقف وتتاجر مع الله وتعمل الخير ربنا هيجازيك كل الخير. ولما توقف وتبص للمحتاج وهتوقف وتمد يدك بالخير ربنا مش هيوقعك لا في زنقه ولا في ضيقه ولا في حيره ابدا. وانا بقول لكم روحوا زي ما هتوقفوا معاني وهتصدرونا. ولو كل انسان برعنا بمبلغ بسيط عشان نشتري هذول البيئة ربنا يجعلها في ميزان حسناته. تخيل يا اخي، شوف هيكون صوابك قديه وحسناتك قديه لما توقف وهتساهم في شراء بيئة الأسرة فقيرة، أسرة محتاجة هترمي في الشارع. شوف هيكون لك أجر وصواب كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. لما سترت أخوك المسلم في الدنيا ربنا يستر الدنيا وآخرة، وربنا ما يحوشكم الحد ولا يزلكم الحد ولا يوريكم لحظة من الحيرة اللي أنا فيه. وربنا ما يكتب عليكم الألم اللي في جسمي، ما يكتب على أي واحد مسلم عنده رحمة في قلبه يا رب. بالله عليكم على قد ما تقدروا شاركوا الفيديو وساهموا معاه على قد ما تقدروا، وصلوا الفيديو على قد ما تقدروا. كل ما هتدعموا الفيديو وهتشاركوا الحالي ربنا يكرمنا بأهل الخير اللي هتوقفوا معانا وهتساعد معانا. وزي ما قلت لكم العنوان بتاعي أنا اسمي عادل محمد خليفة حسان، أنا مقيم في مصر، مقيم في محافظة قنا، مركز أبو تش، قرية البحر سمهود، قرية نيع الزمر. ده العنوان بتاعي بالتفصيل. لو أي حد عايز يجي بنفسه في البيت يجي ويشوف حالتي وحالة عيالي وأنا ما أطيرش من حد، جميع ما يثبت كلامي موجود معاه، وربنا وحده اللي يعلم. أتمنى إن ربنا يكرمني ويشفيني وأقدر أقوم وأقدر أقعد وما مدش يد لحد ولا أحتاج لحد، بس أعمل إيه؟ قضاء ربنا ليا وابتلاءه ليا، وقلت الحمد لله. لسه أمة محمد بخير، لسه في ناس عندها رحمة وعندها طيبة قلب، ما بيهونش عليهم أخوهم المسلم يتشرد في الشارع ولا يترمي في الشارع. وأنا دي رسالتي لكم من أهل الخير، وأتمنى من عند ربنا أنكم توصلوا رسالتي دي على قد ما تقدروا لأهل الخير والسادة المسؤولين ورجال الأعمال. وربنا يجازيكم كل خير جميعا يا رب. وربنا يجبر بخاطر كل إنسان هيعمل مشاركة وهيدعم باللايك والتعليق، وربنا يجازيكم الخير وربنا يجعلها في ميزان حسناتك بإذن الله ببركة سيدنا النبي يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.